نادي الكرخ، مؤلفة من حسين حسن بحراسة المرمى برقم 22، على اليمين اللي أندرسون 56، على الشمال حسن خالد 88، في عمق الدفاع كارلوس كايو 3، حسن محمد حبيب بالرقم 15، في الارتكاز ديدار تالا 6، يونس غني 24، وثلاثي الوسط بوبكار جبريل على اليمين 45، ستيفان بافور بالرقم 20 على الشمال، وأحمد صلاح بالرقم 8 خلف المهاجم، وجعفر عبيس بالرقم 9 في خط الهجوم. الكرخ قادم من خسارة أمام كربلاء بهدفين لهدف، والقاسم قادم من تعادل أمام الحدود ب3 أهداف. وسنرى من سيكون المدرب بهذه المباراة، هل سيكون علي عبد الجبار الذي التحق مدربا للقاسم، أم سيستمر الدكتور حسن هادي بقيادة الفريق في هذه المباراة؟ حكم المباراة السيد حامد طالب، قاد مباراة واحدة بين الأمانة ونوروز في هذا الموسم. وهنا غرفة الفار والحكم الدولي واثق محمد يساعد أحمد قاسم، بانتظار صافرة البداية لتعلن بداية أحداث شوط المباراة الأول. هذا هو حسين حسن حارس مرمى الكرخ اللي طرد في أول مباراة إلى أمام الطلبة، وأحمد عبد الجبار ومساعدة حيدر عبيد، ومدرب الحراس الدكتور عبد الكريم ناعم. بانتظار بداية أحداث شوط المباراة الأول، والمباراة اللي تحمل رقم 78. اليوم تجري في نفس الوقت 3 مباريات، أمانة بغداد مع النجف، الميناء مع أربيل، القاسم مع الكرخ، وستعقب هذه المباراة عند السادسة مباراة زاخو مع نفط ميسان. إذن الكرخ باللون الغامق على يسار الشاشة، والقاسم على يمين الشاشة. تنطلق صافرة حكم المباراة تأخرت 5 دقائق تقريبا، وكرة ملعوبة، تذهب الكرة عند اللاعب حسن محمد حبيب، يعيدها إلى كارلوس كايو، تالا، كارلوس كايو إلى حسن محمد حبيب، طويلة من حسن محمد حبيب، محاولة من جعفر عبيس، مقطوعة الكرة من المدافع حيدر ماجد إلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. على التنفيذ اللي أندرسون بوليكا كما يلقب، بوليكا يلعب رمية التماس، جعفر عبيس، كرة ترتقم، تذهب الكرة الآن إلى دينيس إلى خارج ملعب إلى رمية التماس لمصلحة نادي القاسم. حارس مرمى القاسم مصطفى عذاب، هذا هو كارلوس كايو البرازيلي. كرة بالرأس مقطوعة إلى خارج ملعب رمية تماس. نلعب بالدقائق الأولى من عمر المواجهة، 3 مباريات في آن واحد تجري الآن. الأمانة مع النجف على ملعب الأمانة، الميناء يضيف أربيل على ملعب الفيحاء، والقاسم على ملعب الكوت يضيف نادي الكرخ. الكرخ بالمناسبة كانت عنده مباراة سابقة أمام كربلاء، واتخذ ملعب الكوت ملعبا له بسبب انشغال ملعبه بالترميمات والتعديلات. زاخو سيواجه نفط ميسان عند السادسة على ملعب زاخو. كرة ملعوبة الآن، محاولة عرضية ملعوبة تنقطع، من حيدر ماجد. ركنية الآن على التنفيذ أحمد صلاح قائد الفريق. أحمد صلاح، عرضية ملعوبة
تبعد الكرة من الدفاعات بالرأس من تالا، وتبعد الكرة من اللاعب حسين محسن سهلة برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. هذا هو الظهير حسن خالد، اليوم زجبيه كظهير أيسر، اعتدنا نشوفه كلاعب عمق في الدفاع. ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم على تنفيذ لاعب النفط السابق وحارس النفط السابق مصطفى عذاب. بالصورة حسن محمد حبيب. ركلة مرمى اللعب طويلة وعالية داخل منتصف الملعب بالرأس، تعود الكرة إلى يونس غني. محاولة من حسن خالد إلى ستيفان بافور، مقطوعة من أمام ستيفان بافور إلى رمية تماس لمصلحة الكرخ. ستيفان بافور هدفين في شباك النفط. رمية تماس على التنفيذ حسن خالد، عير للجوية ولعب للجولان. كرة مقطوعة من حسين، محاولة بالرأس مرة أخرى مقطوعة، تذهب الكرة عند كايو. حسن خالد تالي ستيفن بافور يلعب الكرة بالرأس مقطوعة من حيدر ماجد، مرة أخرى يبعتها دينيس حيدر ماجد، لا تلعب بالنار. كرة خطيرة على مرمى نادي القاسم مع وبرا الملعب برا الملعب إلى ركلة احتسبها ركنية. أحمد صلاح يلعب الكرة وحارس المرمى ذهب، يعني أنت من تمسك الكرة وتذهب بها خارج الخط يعني تصبح ركنية. شوفها بالإعادة، شوف هذه الكرة خطأ من قاتل من حيدر ماجد، وعموما ركنية لمصلحة نادي الكرخ، أولى الركنيات في ملعب المباراة. تنقطع الكرة، محاولة وسط الملعب، تعود الكرة من جديد مجتبى، ترتد الكرة من لياندرسون وخطأ لمصلحة نادي القاسم. اللاعب مانويل أونانا يتعرض إلى عرقلة، اللاعب الغاني. كرة تعود مرة أخرى إلى حسن محمد حبيب. هجمة للكرخ، أبو بكر جبريل، أحمد صلاح يتعدى لاعب، أحمد صلاح يحاول، كرة مقطوعة تبعد من أونانا، تشتت من حيدر ماجد. كرة من جديد ملعوبة من ستيفن بافور، مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. 6 دقائق من عمر المواجهة، يبقى التعادل قائم بين الكرخ ومضيف القاسم بدون أهداف. وهنا الدكتور حسن هادي في الجولة القادمة سيقود القاسم علي عبد الجبار، اللي وقع الاختيار عليه لقيادة نادي القاسم، وسبق أن قاد العام الماضي، ثم بعد أن غادر قاد سامي باحث الفريق في عدد من المباريات. ركلة مرمى مصطفى عذاب، بالرأس مقطوع الكرة من تالا. حيدر ماجد أقرب للكرة، حيدر ماجد يحاول يموه، وكرة تنقطع من أبو بكار جبريل، وطويلة تنقطع مرة أخرى. حسن محمد حبيب، محاولة من اللاعب فلاح عبد الكريم، ترتد الكرة، تعود مرة أخرى وسط الملعب وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ، هذا القائد أحمد صلاح. وهنا الحارس حاتم. لياندرسون، حيدر عبيد يوجه، لياندرسون على التنفيذ،
تلعب رمية التماس مقطوعة من أونانا، بينية قصيرة ترتد من اللاعب يونس غني. يونس برافو مرة أخرى يستحوذ على الكرة، تتهيأ إلى لياندرسون. يونس غني تغيير لعب للجهة البعيدة، أقرب لها المدافع حسن خالد. حسن يمر سريع، ويبدو هناك خطأ ضد الظهير حسن خالد إلى ركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. بالنسبة لنادي القاسم لعب 7 مباريات، فاز في 3، تعادل في 1، خسر في 3 إلى 9، وعانقت شباكة 9 كرات ب10 نقاط بالمركز 11. أما الكرخ لعب 8 مباريات، فاز في مباراتين، تعادل في 3، خسر في 3 إلى 11 على 10 بنقاط 9 بالمركز 14. كرة طويلة بالمنتصف، يصدر قائمة الترتيب القوة الجوية ب19 نقطة، ثم الشرطة بالمركز الثاني ب16 نقطة، نفط ميسان بالمركز الثالث ب15 نقطة، والكرخ بالمركز 14 ب9 نقاط، والقاسم بالمركز 11 ب10 نقاط. هجم الآن الكرة عند اللاعب علاء محسن، يهيئها إلى فلاح عبد الكريم، عرضية من فلاح، محاولة، والكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم أو لمصلحة نادي الكرخ. 10 دقائق مرت من عمر المباراة. أكثر الأندية فوزا هو الجوية 6 مباريات، الشرطة 5 مباريات، والفريق الوحيد بلا فوز هو فريق نفط الوسط. أما أكثر الأندية تعادل هما ناديا النجف والكهرباء، وأكثر الأندية هزائم نادي أمانة بغداد 5 هزائم إلى جانب أربيل 5 هزائم، والفريق الوحيد الذي لم يذق مرارة الهزيمة هو فريق القوة الجوية، صاحب أفضل خط هجوم وأفضل خط دفاع هو خط دفاع نفط بيسان. أما أسوأ خط هجوم هو خط هجوم نفط الوسط، كرة ملعوبة برا الملعب إلى ركلة مرمى، بينما أسوأ خط دفاع هو دفاع كربلاء، اهتزت شباكة 13 مرة. ركلة مرمى على التنفيذ مصطفى عذاب لمصلحة نادي القاسم. 12 دقيقة من عمر المواجهة، تعادل سلبي، أداء سلبي لحد الآن من الفريقين. فلاح عبد الكريم أمامنا بالصورة، هدف في شباك الحدود، عالية الكرة، ترتد مرة أخرى، محاولة من علاء محسن، يعيد الكرة إلى الخلف، تذهب الكرة إلى الظهير حيدر ماجد، حيدر يحاول وسط الملعب، كرة ملعوبة ومحاولة أقرب لها اللاعب حسن محمد حبيبي، يبعثها إلى رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. رمية تماس لمصلحة القاسم، هذا اللاعب القادم من الصناعات، الموسم الماضي سجل في شباك القوة الجوية هدف الوحيد، حسن محمد حبيب. زج به المدرب اليوم في تغييرات أجراها المدرب. محاولة الآن تنقطع من لياندرسون وبذكاء يلعبها تمر إلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. هذا هو لياندرسون لوغاس بوليكا، هدفين في شباك الميناء، برازيلي قادم من نادي بايساندو. رمية تماس لمصلحة الكرخ. كلا الفريقين بأمس الحاجة لنقاط هذه المباراة لتحسين الموقع. كرة وسط الملعب من مجتبى محسن، ترتد
مقطوعة من مانويل أنانا، تعود إلى أنانا، بينية ملعوبة على علاء محيسن. علاء محيسن يحاول يتعدى لاعب والثاني، وشوف قريبين من 3 من اللاعبين ضاغطين عليه. تذهب إلى أحمد صلاح. أحمد صلاح يلف يدور، حركة لعب جميلة، يتخلص من لاعب، يلعبها قصيرة ومقطوعة من أونانا إلى رمية تماس لمصلحة الكرخ. رمية تماس لمصلحة الكرخ. لياندرسون. أحمد صلاح. لياندرسون مرة أخرى. حسن خالد. تالا بالمنتصف. سيطرة واضحة للاعبي الكرخ، لحد الآن لم يخطر أي من المرميين بكرة خطيرة. حسن محمد حبيب، كرة إلى الجانب إلى ستيفن بافور. ستيفن يمر، تنقطع الكرة من منتصف الملعب، تعود الكرة إلى حسين محسن، تذهب الكرة إلى ميسوكي. ميسوكي يعيدها إلى كرار نور. كرار يشتت كرة طويلة، محاولة على محيسن بالكعب، حلوة يا سلام، وعرقلة والحكم يشير إلى استمرارية اللعب. وسط الملعب تالا. يونس غني. حسن محمد حبيب. يونس غني مرة أخرى. ربع ساعة من عمر المواجهة. كايو. يونس غني، طويلة من يونس غني. بوبكار جبريل يعيد الكرة إلى لياندرسون. لياندرسون إلى أبو بكر جبريل. جبريل يعيد الكرة إلى الخلف، تذهب الكرة من تالا، تعود إلى يونس غني. يونس بالخطأ يحصلها ميسوكي. ميسوكي يحاول يمر الآن، هجمة عكسية مرتدة وقصيرة، ومرة أخرى ترتد الكرة، يحصلها ستيفن بافور. بافور يلعبها إلى عبيس. جعفر عبيس. عبيس يلعب الكرة بوبكار جبريل. بوبكار جبريل يلعبها إلى ستيفن بافور. طالت الكرة أقرب إلى حارس المرمى مصطفى عدل. لاعب زاخو السابق. كرة ملعوبة، فلاح، علاء، كرة إلى ميسوكي، بالخلف إلى الحارث حاتم. حسين محسن إلى ميسوكي، يسدد من بعيد، حلوة 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 حلوة، وصد أحلى من حسين حسن. حسين حسن ببراعة أنقذ المرمى من كرة خطيرة سددها بيرجيان ميسوكي الكاميروني لاعب نادي القاسم. شوف الكرة من مسافة حوالي 35 يارد، وعلى الطاير حسين حسن يبعد الكرة، وأول الكرات الخطيرة في ملعب المباراة لمصلحة القاسم أنقذها ببراعة حسين حسن حارس منتخبنا الأولمبي. ميسوكي، حسين محسن، مجتبى صالح، وميسوكي، ولكن إلى ركلة ركنية. ركنية لمصلحة القاسم، هي الثانية. رابع ركنية في ملعب المباراة، 2 لكل فريق. بيرجان ميسوكي، عالية ملعوبة الكرة بالرأس، تبعد، خلفية من جعفر عبيس. كرار نور، طالت على حيدر ماجد إلى رمية تماس. تلعب الكرة من لياندرسون. تالا صاحب أسرع انذار هذا الموسم بالدقيقة الأولى في المباراة السابقة أمام كربلاء. كرة عادت إلى حسن خالد، يلعبها طويلة إلى جعفر عبيس، مراقبة لصيقة من كرار نور. جعفر عبيس يلف، يا سلام، يحاول يمر الآن
يحاول ويتعدى لاعب وماشي جعفر عبيس يلعب الى ستيفن بافور بينه وبين اللاعب اونانا، ترتد الكره ممكن يسدد لياندرسون، يسدد، ترتد الكره من المدافع دينيس وتعود مره اخرى الى حيدر ماجد، بالراس انقطعت، تعود محاوله ويبدو خطا ضد اللاعب ابو بكر جبريل. ركله حره ملعوبه الكره الى فلاح عبد الكريم او الحارث حاتم، حيدر ماجد، طويله الكره بالراس مقطوعه، يبعدها يونس غني، اونانا، كرار، حسين محسن، تذهب الكره الى الجانب الى مجتبى صالح، كرار الى يونس او اللاعب حسين محسن، كرار نور، كرار مره اخرى والى حارس المرمى مصطفى عذاب شتت كره، تعود الكره الى ميسوكي، طويله من ميسوكي، فلا عبد الكريم وابعدها الحارس حسين حسن، ابعدها الحارس حسين حسن الى رميه تماس لمصلحه نادي القاسم. شوف الكره الجميله اللي سدتها وببراعه انقذها الحارس حسين حسن. مجتبى إلى حيدر ماجد من الجهة القريبة، أونانا، مجتبى أو علام حيسن، كرار نور، دينيس، حيدر ماجد، حيدر، دينيس مرة أخرى وإلى حارس المرمى مصطفى عذاب. 20 دقيقة من عمر شوط المباراة الأول، يبقى التعادل قائم بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع الكرخ مع مضيف القاسم، واللي ضيفه ملعب أولى مباريات الأسبوع التاسع لدوري نجوم العراق. كايو، ترتد الكرة، كايو ومقطوع على رمية تماس لمصلحة الكرخ. القاسم سجل 9 أهداف، 3 منها بقرار اتحادي، وسجل لاعبوه 6 أهداف فقط، بينما الكرخ سجل لاعبوه 11 هدفا وعانقت شباكهم 10. كرة مرت بسلام وأمان على مرمى الكرخ، ثاني تهديد مباشر من ميسوكي ومن نادي القاسم على مرمى الكرخ، ثاني كرة خطيرة على مرمى الكرخ. شوف خطأ دفاعي يستغله ميسوكي، يسدد على العمود البعيد، مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. ركلة مرمى لمصلحة الكرخ ملعوبة وترتد من ستيفن بافور إلى يونس غني، مجتبى يعيد الكرة إلى كرار نور، حسين محسن، ميسوكي، مجتبى إلى حسين محسن المندفع من الجهة البعيدة، وكايو يتركه إلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. كايو يتركه إلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. أونانا، مجتبى، علام حسن اللي هارب من الرقابة وعايد إلى الخلف، إلى حيدر ماجد، الحارث، حيدر، علام حسن، مجتبى صالح، مقطوع الكرة، سريعة ملعوبة الكرة، أقرب لها دينيس بينه وبين أبو بكر جبريل، أونانا، حيدر، سريع الكرة ملعوبة من مجتبى، تذهب إلى ميسوكي،
ميسوكي تخطى حسن خالد. ميسوكي يلعبها عرضية خطيرة بالرأس تبعد من حسن محمد حبيب. مرة أخرى بعدها كايو، تعود إلى ستيفن بافور، أقرب إلى حسن خالد. تالا يستقبل الكرة إلى حسن خالد، صعبة كانت على حسن خالد. ميسوكي أخطر اللاعبين في تشكيلة القاسم. ميسوكي مرة أخرى تعود الكرة إلى ميسوكي، هات وخذ مع فلاح عبد الكريم، ترتد الكرة إلى يونس غني. يونس غني يلعب الكرة إلى حسن خالد. حسن خالد يلعب كرة طويلة إلى أبو بكر جبريل بالرأس، وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. منتصف شوط المباراة الأول والتعادل ما زال سلبا يخيم على أجواء هذه المواجهة. كرة من تالا، أبو بكر جبريل، دربكة ترتد إلى رمية تماس لمصلحة القاسم. حيدر ماجد، حيدر ماجد أكثر من 3 مواسم مع الفريق. كايو يشتتها، جعفر عبيس، ترتد الكرة من حيدر ماجد. يونس غني، لياندرسون، لياندرسون يحاول، كرة مقطوعة، هناك خطأ لمصلحة نادي الكرخ. 25 دقيقة من عمر المواجهة، التعادل يبقى قائم بدون أهداف في لقاء الكرخ ومضيف القاسم، أولى مباريات الأسبوع التاسع لدور النجوم العراق. فلاح عبد الكريم واحتجاجات، هدف في شباك الحدود. كرة من يونس غني إلى لياندرسون. لياندرسون يترك إلى يونس، عرضية عالية بالرأس مقطوعة من دينيس، تذهب إلى تالا ضاغط فريق الكرخ. تالا يحاول يلعب الكرة عالية، خاطرة هذه، وإلى حارس المرمى مصطفى عذاب. مصطفى عذاب أقرب للكرة يتمكن منها، ويبدو الحكم أشار إلى وجود ركلة حرة لمصلحة نادي القاسم ضد اللاعب، خطأ ضد أحمد صلاح قادم من نادي السكك لفريق الكرخ، جانب من جمهور القاسم اللي يتابع هذه المباراة. كرة للحارث، مشتبه يلعبها، طالت على فلاح إلى رمية تماس لمصلحة الكرخ. ما زال الأداء دون الوسط، مباراة رتيبة بأدائها باستثناء الكرتين الجميلتين اللي لعبهم ميسوكي، واحدة أنقذها الحارس حسين حسن ببراعة، والأخرى مرت بمحاذاة القائد. لحد الآن نادي الكرخ لم يصل إلى عمق منطقة الجزاء ولم يخطر مرمى القاسم. يونس غني برا الملعب، رمية تماس لنادي القاسم. حيدر ماجد على التنفيذ، رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. تالا تعود مرة أخرى من حسن محمد حبيب بالرأس مقطوعة من حسين محسن إلى رمية تماس لنادي الكرخ. تالا، أحمد صلاح إلى تالا، تعود الكرة إلى لياندرسون. حسن محمد حبيب، كرة إلى كايو، كارلوس كايو، طويلة الكرة إلى ستيفن بافور من الجهة البعيدة. زجبي اليوم مبكرا كلاعب أساسي منذ البداية. يونس غني، حسن خالد، تالا، نقل كرات سليم بأقدام لاعبي الكرخ. تالا يلعب كرة طويلة أبو بكر جبريل، أقرب إلى حارس المرمى مصطفى عذاب. على الطاير سريع على حيدر ماجد.
حيدر يلعب الكرة، جعفر عبيس، ستيفن بافور، ويبدو راية متأخرة. هل هي ركلة جزاء أم تسلل؟ هل هي ركلة جزاء أم تسلل قبل أن تنفذ الكرة؟ نشوف حكم اللقاء. حكم اللقاء السيد حامد طالب. وتسلل، يعني هي مع أول انطلاق الكرة كانت 2 تسلل، واللي استفاد من الكرة، شوف هذا اللاعب ما استفاد، لكن ستيفن استفاد من الكرة، وبالتالي لو لم يكن تسلل كان ممكن تكون ركلة جزاء. لو لم يكن تسلل في وضع تسلل منذ البداية كان ممكن تكون ركلة جزاء. عموما ستيفن بافور يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. ستيفن بافور يتلقى العلاج. 29 دقيقة من عمر المواجهة، يبقى التعادل قائم بدون أهداف. القاسم خاض 7 مباريات، فاز على الأمانة بهدف، على أربيل بهدفين لهدف، خسر من الزوراء بهدف، عاد النفط البصرة سلبا، ثم اعتبر فائز بقرار اتحادي 3-0، خسر من الميناء بهدف، مباراة أمام زاخو أجلت، خسر من نفط ميسان 0-3، وأخيرا عادل الحدود 3-3. أما نادي الكرخ فقد بدأ المشوار بالهزيمة من الطلبة بهدف، فاز على الميناء 4-1، عادل الأمانة 1-1، خسر من الجوية بهدف، عادل النفط بهدفين، فاز على دهوك بهدف، وعادل الكهرباء بهدفين، وخسر من كربلاء بهدفين لهدف. ستيفن بافور يتلقى العلاج، وقرار سليم من حكم المباراة، حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي القاسم. شوفوا بالإعادة، ما شفنا احنا المساعد، يعني هل كان حامل الراية مباشرة مع انطلاق الكرة. نصف ساعة بالتمام، كرة عند علاء محيسن، تمر إلى فلاح يعيدها إلى حيدر ماجد، حيدر إلى فلاح إلى أونانا يلعب الكرة بالمنتصف، بالرأس مقطوعة، مرة أخرى أونانا أبعد الكرة، حسن خالد، تذهب الكرة إلى أحمد صلاح، ترتد من أمامه، تعود الكرة إلى حسين محسن. خطأ كان ضد جعفر عبيس، خطأ كان ضد جعفر عبيس، عرقلة لمجتبى محسن، وهذا هو جعفر عبيس، وخطأ ضد جعفر عبيس. لاحظ الكرة والحركة والعرقلة والدفع من جعفر عبيس. ركلة حرة لمصلحة القاسم. حسين محسن على التنفيذ، يترك له كرار نور. كرار لعب بالديوانية، لعب للاتفاق، وانتقل للقاسم. عالية الكرة بالرأس، بوبكار جبريل، ترتد الكرة وسط الملعب، تبعد من محسن، يونس غني، تعود مرة أخرى إلى حسن محمد حبيب، كارلوس كايو. رغم نسبة الاستحواذ والأفضلية للكرخ، لكن الكرخ لحد الآن لم يخطر مرمى القاسم بكرة تذكر. تالع حسن محمد حبيب، كرة إلى أبو بكر جبريل لأندرسون، حركة لعب جميلة لكن قصيرة ومقطوعة إلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. لأندرسون، جعفر عبيس، قصيرة ترتد إلى الحارث، دينيس، شتتها دينيس بالرأس من اللاعب علاء محيسن، ترتد إلى حسن خالد لاعب الكرخ من الجهة البعيدة،
حسن يحاول يمر الآن، حسن يعيد الكرة إلى الخلف، ملعوبة الكرة إلى ديدار تالا، تالا يعيد الكرة إلى حسن محمد حبيب، حسن محمد حبيب ويعيدها إلى حارس المرمى حسين حسن. حسين إلى حسن خالد أو إلى تالا، تالا يلعب الكرة طويلة عرضية ترتد من حسين محسن، كرار يشتتها، ستيفن بافور، يونس غني يلعب الكرة للياندرسون، لياندرسون يستحوذ على الكرة الآن، يونس عالي الكرة طالت على جعفر عبيس وتمر إلى الجهة البعيدة، يتابعها حسن خالد ويبدو راية وصفار وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة، المساعد الأول أمير ناجح، وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي القاسم. مصطفى عذاب على التنفيذ، أقل من 12 دقيقة على نهاية أحداث شوط المباراة الأول وحالتي تسلل ضد فريق الكرة. كرة مقطوعة، أونانا، مجتبى ما سيطر على الكرة، كرار، مجتبى يلعبها، طالت إلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرة. ما زال اللعب والأداء رتيب ما بين الفريقين، رمية تماس لمصلحة الكرخ من الجهة البعيدة. حسن خالد، حسن كايو أو حسن محمد حبيب، إلى كايو مرة أخرى، أحمد صلاح يعيد الكرة إلى حسن محمد حبيب، تمر الكرة إلى لياندرسون أو اللاعب يونس غني، يونس غني يلعبها، طالت الكرة على أبو بكر ويبدو خطأ لمصلحة نادي الكرخ، خطأ لمصلحة نادي الكرخ. ركلة حرة لمصلحة الكرخ. يونس غني عالية بالرأس وإلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. 5 مواسم للقاسم في هذا الدوري و28 موسم للكرخ في دوري الكبار. ذكرت وقلت 3 مباريات تجري في آن واحد، الأمانة مع النجف والميناء مع أربيل، وهذه المباراة اللي أمام حضراتكم، وزاقو سيواجه نفط ميسان. غدا إدهوك سيواجه النفط عند 2:30، الحدود سيواجه الشرطة عند 2:30، نفط البصرة سيواجه نوروز عند 2:30، وعند الساعة 5 نفط الوسط يستضيف الطلب. يوم السبت تختتم مباريات الأسبوع التاسع بلقاءين كبيرين، كربلاء يضيف القوة الجوية والكهرباء يضيف الزوراء. كرة لا فلاح، أونانا، مجتبى صالح محسن، حلوة ملعوبة إلى حسين محسن، حسين من الجهة البعيدة وسهلة إلى حسين حسن حارس المرمى. حسين حسن على السريع يلعب كرة طويلة إلى خارج الملعب لرمية تماس لمصلحة القاسم. مجتبى صالح، أونانا، كرة تعود إلى الحارث، المن لا على التعيين، ترتد الكرة إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة الكرة.
رمية تماس، هل هي ركلة مرمى أم رمية تماس؟ كرة عادت إلى الحارس اللي يلعبها، تعود إلى تالا إلى الحارس مرة أخرى. حسين حسن يمررها إلى حسن محمد حبيب، إلى حسين حسن. كايو يلعبها، كايو. حسن خالد من الجهة البعيدة، حسن يلعب الكرة طويلة، وابو بكر جبريل برأسية خطيرة تمر بمحاذاة القائم. ونشوف قرار حكم اللقاء، نشوف قرار حكم المباراة. هل منح ركلة جزاء؟ منح ركلة جزاء على ما يبدو لمصلحة نادي الكرخ. شوفها بالإعادة، شوفها بالإعادة، ما بها تسلل، وبالتالي شوف أبو بكر جبريل يحاول ويبدو دفع من الحارس. شوف الحالة، ويبدو دفع من الحارس مصطفى عذاب، وركلة جزاء. ركلة جزاء، ركلة جزاء. هل سيعود من خلالها للفار؟ وإذا ما أعلن ركلة جزاء ستكون ركلة الجزاء 35 هذا الموسم. حكم اللقاء إذا بطاقة صفراء لمصطفى عذاب. أول بطاقة صفراء في ملعب المباراة. وأبو بكر جبريل يشكو من إصابة، كرة مشتركة كانت مع المدافع ومع الحارس مصطفى عذاب. نهض الآن، تلقى العلاج وراح ينهض بالسلامة. حكم اللقاء السيد حامد طالب. نشوف قرار حكم اللقاء. شوف حيدر ماجد، وارتقاء عالي من أبو بكر جبريل. مرت كرته بمحاذاة القائم لكن الحكم أشار. نشوف قرار حكم المباراة، هل هي ركلة جزاء ركلة مرمى؟ نشوف القرار. دقيقة 40 من عمر المباراة، ما زلنا ننتظر قرار حكم اللقاء. نهض أبو بكر جبريل، ونشوف قرار حكم اللقاء، وسيذهب للفار ومشاهدة فيديو الحالة، وننتظر قرار حكم اللقاء. لاحظ بالإعادة، يعني هذه اللقطة بيها وما بيها، بصراحة بيها وما بيها. يعني هو قفز الحارس على الكرة وارتقاء عالي جدا من أبو بكر جبريل، يعني قد تكون حالة محيرة لحكم اللقاء. الآن الحكم راح يعيد الحالة، نشوفها أكثر من مرة، راح يعيدها إلى غرفة الفار. وهناك في غرفة الفار حكم دولي كبير خبير اللي هو واثق محمد. يعني أعتقد استمرارية اللعب، استمرارية حركة الحارس مع اللاعب المندفع، ما كان أكو تعمد بسقوطه، وهو بارتقاء العالي يتعرض للسقوط. عموما أنا باعتقادي ركلة مرمى. باعتقادي ركلة مرمى، ولكن قد أكون خاطئ. يبقى القرار الأول والأخير لحكام الفار مع حكم المباراة السيد حامد طالب. ممكن جزاء، ممكن لا، رأيهم هو الأصح. يعني الفار جديدين عليه، والحكام يحاولون يتأكدون حتى لا يخطئون، وبالتالي نشوف قرار حكم اللقاء. ماكو جزاء
إذا مثل ما توقعت أني أنه الكرة إلى ركلة مرمى، مثل ما توقعت الكرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. هل ارتطمت بلاعب وتذهب إلى ركنية وبطاقة صفراء أيضا لغاها من الحارس، لغى بطاقة صفراء من الحارس، لغى البطاقة الصفراء على الحارس، لغى البطاقة الصفراء على الحارس. إذن لا بطاقة صفراء ولا ركلة جزاء. زين، الحكم هي الكرة لعبت برأس بوبكار إلى خارج الملعب. هل سيمنح ركلة مرمى؟ لماذا إسقاط كرة؟ كرة مرت إلى خارج الملعب. شوفه، مرت إلى خارج الملعب. هل ارتطمت بيد الحارس تذهب إلى ركنية أو ركلة مرمى؟ عموما احتسب خطأ ضد اللاعب بوبكار جبريل، احتسب الحكم خطأ ضد بوبكار جبريل بمساعدة الفار. كرة وسط الملعب، أحمد صلاح تنقطع من أمام الحارث، لا تأخذ الحارث، تبعد الكرة من الياندرسون إلى رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. بوليكا أبعد الكرة. آخر دقيقة من عمر شوط المباراة الأول. تغيير الآن، راح يدخل مرتضى قصاد بدلا من الظهير حسين محسن. مرتضى قصاد راح يدخل بدلا من حسين محسن. كرة اللعب، حاول ملعوب الكرة من جديد. خطأ لمصلحة نادي الكرخ. ينبه حيدر عبيد، وحيدر عبيد هذا الموسم عنده انذار. حيدر عبيد مع عادل نعمة أكثر المدربين الموسم الماضي احتجاجا على الحكام، وعادل نعمة طرد في مباراة الجوية والحدود. ست دقائق وقت محتسب بدل من ضايع. 45 دقيقة انتهت والتعادل السلبي يخيم على هذه المواجهة التي تجمع القاسم بضيف الكرخ. حسن محمد حبيب بالرأس مقطوعة قصيرة ترتد إلى الحارث حاتم. الحارث يلعب الكرة طويلة، كايو أقرب للكرة، دفع واضح وركلة حرة من فلاح، دفع واضح من فلاح وركلة حرة لمصلحة نادي الكرخ. اهدأ يا فلاح، اهدأ يا فلاح. دفع واضح من فلاح عبد الكريم. لعب للديوانية لنفط ميسان ثم 3 مواسم مع القاسم. كرة ترتد من مرتضى قصاد. محاولة من جديد، مقطوعة الكرة. تغيير اضطراري في تشكيلة القاسم بدخول مرتضى قصاد وخروج حسين محسن. محاولة الآن هجمة، ستيفن بافور من الجهة البعيدة يحاول يمر. ستيفن بافور يلعبها عرضية وعالية. محاولة بوبكار دائما ارتقاءات عالية وتسديدة حلوة خطرة وردها حارس المرمى. أول تهديد مباشر للاعبي الكرخ بكرة جميلة من جعفر عبيس تمكن منها الحارس مصطفى عذاب. أول تهديد مباشر على مرمى نادي القاسم بكرة حلوة جميلة من جعفر عبيس تمكن منها حارس المرمى مصطفى عذاب. مرة أخرى خطأ ضد فلاح. راية مرفوعة، هل هو تسلل؟ فلاح عبد الكريم 2 مقابل 1. تسلل على فلاح واضح مع انطلاق الكرة تسلل. راية قد تكون متأخرة لكن واضح تسلل. والكرة الجميلة اللي سددت وتمكن منها حارس المرمى مصطفى عذاب.
فلاح عبد الكريم يشكو من إصابة، بالسلامة الآن يتلقى العلاج. بالسلامة إن شاء الله، يتلقى العلاج ويطلب الحكم نقله خارج الملعب لإكمال علاجه. نلعب الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب أو الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. نهض فلاح وركلة حرة غير مباشرة. عموما الكرة لعبت واللاعبين بعد الإدارة المعالجين بعدهم بالملعب، المفروض يكونون خارج الملعب وتستأنف المباراة. سهلة إلى مصطفى عذاب، مشتبه مقطوعة من أمام مشتبه إلى رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. ميسوكي على التنفيذ، مرتضى قصاد، خطأ لمصلحة نادي الكرخ. أحمد صلاح بالصورة، خطأ واضح ضد مرتضى قصاد، سحب واضح لأحمد صلاح. ركلة حرة من منتصف الملعب للكرخ. يونس غني على التنفيذ، يونس غني يونس غني على التنفيذ، عالية ملعوبة الكرة، دريس حلوة ملعوبة من أحمد صلاح أو من اللاعب حسن خالد، يتمكن منها حارس مصطفى عذاب. حلوة من حسن خالد وتمكن من الكرة اللاعب الحارس مصطفى عذاب. شوف الكرة بحركة لعب جميلة مقصية، شوف، ويتمكن منها حارس المرمى مصطفى عذاب. بدأ الكرخ ينشط، بدأ يخطر المرمى. ثالث تهديد مباشر على مرمى ثاني تهديد مباشر على مرمى الحارس مصطفى عذاب. دخلنا الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. رمية تماس، آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. حسن خالد على التنفيذ، ستيفن بافور، مقطوع الكرة من أمام تالا بالرأس. بوبكار عالية إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. هذا هو تالا، وأمامنا يونس غني اللي طرد أمام الأمانة بعد حصوله على بطاقتين صفراء في الدقيقتين 85 و 93، لاعب نادي الكاظمية السابق. طويلة من مصطفى عذاب، وصافرة حكم اللقاء السيد حامد طالب تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل القاسم وضيف الكرخ بدون أداء لم يكن مقنعا ممتعا. نتمنى أن يرتقي الأداء إلى مستوى أفضل في شوط المباراة الثاني حتى يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. نذهب لاستراحة قصيرة. بينما الزوراء على ملعبه لعب مباراتين، هذه هي الثالثة، وخسر في بداية الموسم من نادي شمالي آخر هو نوروز. انطلاقة من سجود، جول للنوارس قوقية زورائية ومعروف المدارس باسم النوارس.
هدف أول، هدف أول، حضرها وقشرها بشكل ممتاز. شوف سجاد، الله الله الله، سجاد وحسن عبد الكريم بهدف جميل وفي المكان السليم. هدف أول للزوراء للنوارس في مرمى طبعا صقور الجبال. نورس سجل في مرمى صقر باللقطة الماضية. ركلة جزاء محمد صالح، أوباري أوباري، ثاني 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 للنوارس، ثاني للنوارس. أوباري 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 بمرمى محمد صالح. كولينز أوباري النيجيري الأفريقي بمرمى دهوك. ثاني للزوراء، ثاني للزعيم، ثاني للمدرسة. الزوراء 2 دهوك لا شيء. علي محسن لكولينز، أوباري أوباري، خطيرة لأحمد جلال، جول للزوراء للنوارس. لاحظ الانطلاقة لكن العمل لعلي محسن. أوباري، جلال البديل، حسن عبد الكريم للزعيم في المكان السليم. ثالث للزوراء، ثالث للنوارس، ثالث الأهداف طبعا للمدرسة. يلعب عرضية خطرة هذه بالراس، جول جول. فلاح عبد الكريم يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 15 من عمر اللقاء. وبالتالي شوفها بالإعادة، تأخر علينا المخرج. شوف هذا اللاعب اللي هو بريمل كان متأخر مع انطلاق الكرة، وبالتالي لعبها فلاح برأسية. شوف الكرة من اللاعب بيريجيان ميسوكي، ورأسية من فلاح على يمين الحارس عبد الرحمن محمد. تعلن تقدم القاسم على الحدود بأول أهداف المباراة عن طريق فلاح عبد الكريم. كرة ارتدت من حيدر ماجد، مقطوعة وتسديدة، جول. كرة جميلة جميلة من إبراهيم غازي، يسجل هدف الشخص الرابع هذا الموسم بالدقيقة 30 من عمر المباراة. بالدقيقة 30 من عمر المباراة اللاعب إبراهيم غازي. شوف الكرة من جديد، شوف من خارج منطقة الجزاء، تسديدة رائعة إلى يعني باعتقادي أحمد شاكر يتحمل مسؤولية هذا الهدف. أحمد شاكر يتحمل مسؤولية هذا الهدف. شوف الكرة ومرت إلى سقف المرمى، وأدرك من خلالها إبراهيم غازي اللاعب اللي لعب لدهوك واللي قادم من نوروز. وشوف الكرة تسديدة من بعيد، وهدف التقدم من ركلة حرة يلعبها اللاعب بيريجيان ميسوكي، ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك نادي أربيل، يسجل في شباك نادي الحدود بعد أقل من دقيقة. شوف الكرة اللعبت، وكرة وإبراهيم يلعبها إلى سقف المرمى. شوف بحركة لعب جميلة يدرك من خلالها التقدم أو التعادل لفريق الحدود. كرة حلوة من إبراهيم غازي، يسجل من خلالها هدف الشخص الثاني في المباراة والخامس إلى ليقفز إلى وصافة الهدافين. كرة جول جول، هاتريك هاتريك هاتريك. لا اللي سجل اللاعب رقم 18 حسين جاسم من ركلة حرة. شوف الكرة ترتطم وتعانق الشباك، وحسين جاسم يسجل هدف جميل يسجل حسين، وتمر من بين المدافع والمهاجم إبراهيم غازي، وحسين جاسم بيسارية ترتطم بالمدافع وتعانق الشباك، ويعلن تقدم الحدود ب3 أهداف مقابل هدفين لفريق القاسم. هدف التقدم بالدقيقة 2 من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 47. حسين جاسم لاعب الديوانية السابق يحرز هدف التقدم. عالية الكرة خطرة هذه، لكن مرت إلى الحارس، وتسديدة ترتد من الدفاع. بعتي خطرة وجول
جول سيف الدين ظاهر يعادل الكفة بالدقيقة 75 من عمر المباراة. سيف الدين ظاهر يعادل الكفة بالدقيقة 75 من عمر المباراة. خلينا نشوف اللاعب. خلينا نشوف سيف الدين ظاهر البديل يعادل الكفة بالدقيقة 75. يتوغل ويلعب كرة بيساره إلى داخل الشباك ويحرز هدف التعادل. شوف الكرة ارتدت وسيف الدين يستحوذ عليها ويلعبها إلى سقف المرمى ويدرك التعادل لنادي القاسم. 3 الحدود. مباراة ب6 أهداف وأول مرة نشاهد تعادل ب3 أهداف. سيف الدين ظاهر. هل يتمكن علي كاظم من انقاذ ركله الجزاء المحتسبه للشرطه؟ مواس يتقدم، المواس يسجل لفريق الشرطه هدف اول للقيثاره الخضراء. المواس يسجل للشرطه هدف اول في مرمى زاخو، وهنا فرحه جماهير الشرطه بهدف اول الدقيقه 36. الشرطه يفتتح التسجيل في مرمى زاخو من ركله جزاء محتسبه، والمواس يضع الحارس على اليمين والكره على اليسار، والشرطه يعلن عن افتتاح التسجيل عن طريق المهاجم والهداف محمود المواس بهدف اول. لاحظ الاعاده ولاحظ التمريره اللي كانت عن طريق ادريس نيانغ واصطدت بباتريك مارسيلينو، وبعد ذلك محمود المواس يضعها بكل ثقه على يسار حارس المرمى علي كاظم ليعلن عن افتتاح التسجيل لفريق الشرطه. 1 الشرطه لا شيء لزاخو. فريق الشرطه هذا احمد يحيى يحاول يمر من امام لاعبي زاخو، محاصر بسيلفا سانتوس وايضا هنكاو محمد، ويمر بشكل ممتاز واحمد يحيى ثاني جول ثاني. القيثاره يسجل هدف ثاني عن طريق السنغالي هدف الثاني له خلال هذا الموسم. ادريس نيانغ بعد ما سجل في مرمى أمانة بغداد الآن يسجل في مرمى زاخو، وادريس نيانغ يضع هدف ثاني بتمريره ولا أروع عن طريق اللاعب أحمد يحيى مدافع اليسار، واستقبال أكثر من رائع عن طريق ادريس نيانغ اللاعب السنغالي. يسجل ثاني أهداف الشرطة. لاحظ الإعادة، لاحظ المرور، أحمد يحيى مر من أمام 2 للاعبي زاخو وهيأ كرة داخل منطقة ال6 ياردات، واستقبال من ادريس نيانغ، وأحمد ناظم كان قريب لادريس نيانغ، لكن ادريس يسبق احمد ناظم ويضعها في المرمى ليعلن فريق الشرطه تسجيل هدف ثاني في مرمى زاخو. الشرطه يسجل هدف ثاني في مرمى زاخو وعن طريق السنغالي. السوري سجل من ركله جزاء في الشوط الاول، والشوط الثاني السنغالي يضع فريق الشرطه بهدف ثاني. انقطعت من حيدر وتمشي من علي يعيد هذه الكره من محمد. محاولات مستمره والبحث عن هدف أول يا ليث. تحسين 4 دقائق كوقت إضافي. جول أول بوقت قاتل. نعم، يأتي أول أهداف المباراة. الهدف القاتل في الوقت القاتل. أسود العاصمة تزهر الأسود بملعب الأمانة بالهدف الأول بالمباراة بعد محاولات استمرت. جاء الهدف الأول يفاجئ الجميع ويفاجئ باسم قاسم. جاسم يسجل الهدف الأول في المباراة بالوقت القاتل بالوقت الإضافي. شاهد هذه تمريرة كرار علي، لكن جاسم نعم يأتي من الخلف ويفاجئ المدافعين ويخطف الكرة ويسجل أول أهداف المباراة. جاسم محمد بعد معاناة الانتظار. جول! هو المبدع المتألق عبد القادر طارق يسجل الهدف الأول برأسية
برأسية خاطفة، برأسية بالدقيقة 35. عبد القادر طارق يسجل هدف المباراة الأول لكربلاء ولا أروع. لاحظ كرة رائعة من عبد القادر طارق. شوف الرأسية على الطاير، يلعبها إلى سقف المرمى ويحرز هدف التقدم الأول من كرة رأسية جميلة ولا أجمل ولا أروع لعبد القادر طارق. مهين عرضية وتبعد من ويلسون، تعود إلى مصطفى راضي، يتركها للمدافع محمد وبالرأس مرة أخرى خطرة. جول 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 أحمد خالد. انتهت ال 45 دقيقة، راح نلعب بالوقت المحتسب بدل ضايع. شوف الكرة، شوف رأسية من عبد القادر ومتابعة من أحمد خالد عانقة الشباك. متابعة، انطلق من خلف المدافعين، شوف انطلق ومجتبى كان متأخر، وبالتالي إلى سقف المرمى ويعلن تقدم كربلاء بهدف ثاني. 2 كربلاء لا شيء الكرخ. أحمد صلاح جعفر عبيس على التنفيذ، شديد جول يقلص من خلال جعفر عبيس النتيجة بالدقيقة 83 من عمر اللقاء. جعفر عبيس يقلص النتيجة بالدقيقة 83 من ركلة جزاء. في الدوري العراقي من ركلات الجزاء الترجيحية من أربيل، محمد سامي يتقدم ويسجل جول لنوروز. نوروز يسجل عن طريق محمد سامي، هدف أول من ركلة جزاء محتسبة لفريق نوروز على حساب الكهرباء. والدقيقة 16 محمد سامي يضع هدف أول لنوروز ويضع الحارس على اليسار والكرة على اليمين، وهدف أول لنوروز في مرمى الكهرباء أمام فرحة جماهير نوروز. صعب جدا الكهرباء. لاحظ الإعادة وبذكاء محمد سامي يضع عمار علي على اليسار فوق العارضة الأفقية. التعادل، جول للكهرباء. دينيس يسجل هدف التعادل لفريق الكهرباء في مرمى نوروز. لاحظ الإعادة ودينيس هياها بشكل ممتاز، مر من أمام لاعبي فريق نوروز وسدد على يمين حارس المرمى محمد رحيم ليعلن عن هدف تعادل لفريق نوروز. هياها لهمام وهمام سددها. هنا الكرة العرضية خطيرة، الله، جول الموج الأزرق. هدف للقوة الجوية، هذه أنصار الأزرق. شوفوا الإعادة، الكرة كان فيها إبعاد والمتابعة، الله عليك يسعد عبد الأمير، وبالتالي بباطن القدم اليمنى علي جاسم. أيمن للأمام، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء والدفاع يخطأ. علي سدد، أيمن جول، الله، ظهر أيمن، خلصها أيمن. مدافعي نادي أربيل، شوفوا الإعادة، أدامة المالي يخطأ بالعودة واستغل الخطأ علي جاسم، وبالتالي علي جاسم سدد. الكرة كانت ضعيفة وتابعها صح، هو حطها صح أيمن حسين ليتقدم من خلال هذه المباراة بالهدف الثاني مقابل هدف واحد. أكبر فوز للقوة الجوية بتاريخ لقاءات الفريقين. علي جاسم ومجتبى محسن 13، وعلى اليمين الحارث حاتم 8، على الشمال فلاح عبد الكريم 9، وعلاء محيسن بالرقم 10.
أما تشكيلة الكرخ مؤلفة من حسين حسن بحراسة المرمى بالرقم 22 على اليمين اللي أندرسون 56 على الشمال حسن خالد 88 كارلوس كايو 3 حسن محمد حبيب 15 وسط الملعب تالا 6 ويونس غني 24 وثلاثي خلف المهاجم وبكار جبريل 45 على اليمين ستيفان بوفر على الشمال 20 أحمد صلاح القائد 8 خلف المهاجم جعفر عبيس بالرقم 9. تغيير واحد اضطراري في شوط المباراة الأول لنادي القاسم ونأمل ونتمنى الآن دخول لاعبي نادي الكرخ لتنطلق أحداث شوط المباراة الثاني. شوط كرتين جميلتين من ميسوكي واحدة أنقذها ببراعة الحارس حسين حسن وكرة من جعفر عبيس على مرمى القاسم رتها الحارس مصطفى عذاب وأخرى ضعيفة من حسين خالد أو من حسن خالد تمكن منها أيضا الحارس مصطفى عذاب. إذا بانتظار صافرة حكم اللقاء الاتحادي حامد طالب لتعلن بداية أحداث شوط المباراة الثاني. في المباراتين الأخرتين الميناء يتأخر من أربيل بهدف وأمانة بغداد يتقدم على النجف بهدف واحد. ما زلنا ننتظر انطلاق صافرة الحكم حامد طالب لتعلن بداية أحداث شوط المباراة الثاني. إذن الآن تنطلق أحداث شوط المباراة الثاني. نادي الكرخ بالألوان الغامقة على يمين الشاشة ونادي القاسم بزي الأبيض والأزرق على يسار الشاشة. كرة اللعب إلى خارج ملعب لا رمية تماس. رمية تماس لمصلحة نادي القاسم من الجهة البعيدة. تنقطع من حسن محمد حبيب طويلة الكرة دينيس ضاغط عليه ابو بكار جبريل احمد صلاح لياندرسون حسن محمد حبيب طويلة الكرة بالرأس من حسن خالد وسط الملعب الكرة ملعوبة من قصاد مرتضى قصاد تلعب الكرة سريعة مرة أخرى إلى جهة اليمين وكرار نور وكرة خطيرة وترتد إلى فلاح حسن طالت إلى ركنية لمصلحة نادي القاسم. كرة أبعدها حسن محمد حبيب من أمام اللاعب فلاح عبد الكريم تمر إلى خارج ملعب لا ركنية لمصلحة نادي القاسم. ميسوكي على التنفيذ اعناد ما بين المساعد وبين الميسوكي على وضع الكرة. ميسوكي يلعبها بالرأس تبعد من الدفاع كرة خطيرة محاولة وتسديدة ترتد الكرة تعود الكرة لحسن خالد من الجهة البعيدة. حسن يلعب الكرة ترتد الكرة مقطوعة من تالا تعود من جديد محاولة إلى جعفر عبيس ضاغطين عليه اثنين من اللاعبين ترتد الكرة لمصلحة نادي القاسم بداية سريعة من القاسم تعود الكرة من جديد إلى مرتضى قصاد مرتضى قصاد يهيئها إلى كرار نور كرار نور يبعد الكرة بروح رياضية إلى خارج الملعب. جعفر عبيس يشكو من إصابة بالسلامة لجعفر عبيس لاعب القاسم السابق يلعب اليوم مباراة أمام فريق السابق القاسم. تلعب الكرة من حسن خالد تعود إلى أونانا دينيس بدأ أونانا يعود إلى الخلف بدلا من حسين محسن واندفع كرار نور إلى جهة اليمين كظهير أيمن ومرتضى قصاد في وسط الملعب. أونانا عاد إلى الخلف ولعب خطر وركلة حرة لمصلحة نادي الكرخ. هذا مرتضى قصاد التبديل الوحيد بدأ يلعب كلاعب ارتكاز وعاد
مانويل اونانا الى قلب الدفاع بجوار دينيس، وكرار نور الى مركز الظهير الايمن. هذا هو كرار نور، يبعد الكرة بالرأس، قصيرة مقطوعة، مجتبى يهيئها الى ميسوكي، الى مجتبى مرة اخرى، مجتبى محسن يعيد الكرة الى كرار نور، كرار نور يشتت كرة طويلة، وهذا اتكاء على المنافس، اتكاء خطأ واضح. ركلة حرة لمصلحة القاسم، ركلة حرة لمصلحة القاسم. خمس دقائق، دخلنا الدقيقة ال50 الخامسة من عمر شوط المباراة الثاني، والنتيجة على حالها التعادل السلبي ما بين القاسم والكرخ. طويلة الكرة ملعوبة من حسن خالد، بالرأس من دينيس، ترتد إلى جعفر عبيس، مرتضى قصاد، دينيس إلى حارس المرمى مصطفى عذاب، مصطفى عذاب يشتت الكرة، مقطوعة من تالا، تذهب إلى أبو بكر جبريل، أبو بكر جبريل يحاول يتعدى الثاني، وكرة إلى لياندرسون، لياندرسون إلى تالا، تالا يعيد الكرة إلى الخلف إلى محمد حسن محمد حبيب، كايو إلى كايو مرة أخرى، كايو يلعب الكرة طويلة إلى الجهة البعيدة، رأسية مقطوعة من حيدر ماجد إلى خارج ملعب لرمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. لياندرسون تنقطع من مجتبى محسن، الحارث حاتم طويلة ترتد إلى كايو، كايو يشتتها، وبالرأس من أحمد صلاح، وهناك خطأ لمصلحة نادي الكرخ، خطأ لمصلحة نادي الكرخ. مباراة لحد الآن خالية من البطاقات، بطاقة واحدة وألغيت، والخطأ العاشر 7 مقابل 3 أخطاء. الخطأ العاشر في ملعب المباراة. أبو بكر جبريل، تالا مقطوع الكرة، مجتبى محسن يلعب الكرة إلى كرار نور، كرار نور يعيد إلى مجتبى محسن، قصيرة وترتطم بتالا إلى رمية تماس لمصلحة القاسم. هذا هو مجتبى محسن الموسم الثاني وقادم من المرور. وهنا المدرب الدكتور حسن هادي محاولة مقطوعة الكرة، كرار نور، يونس غني، كايو يبعتها، ستيفن بافور يشتتها، جعفر عبيس يستقبلها، وبالتالي تطول إلى أونانا اللي يشتتها. محاولة، وهذا خطأ واضح ضد اللاعب فلاح عبد الكريم، وركلة حرة لمصلحة نادي الكرخ. ركلة حرة الآن لمصلحة نادي الكرخ. أخطاء كثيرة ارتكبها هذا اللاعب اللي أمامنا في شوط المباراة الأول وامتدت للشوط الثاني. كرة إلى تالا، ديدار تالا القادم من النجف، تعود الكرة إلى حسن محمد حبيب، تذهب إلى كارلوس كايو، إلى حارس المرمى حسين حسن. حسين أنقذ كرة خطيرة في شوط المباراة الأول ببراعة وبروحية الشباب. تعود مرة أخرى إلى تالا، تالا قصيرة، ترتد الكرة من اللاعب ميسوكي، تعود مرة أخرى الكرة إلى حسن خالد، حسن خالد يلعبها بينية إلى جعفر عبيس، يعيدها إلى الخلف، ترتد مرة أخرى إلى يونس غني، وبالخطأ تعود إلى الحارث حاتم. الحارث حاتم المن طالت، تذهب الكرة إلى حسن محمد حبيب، يلعبها سريعة إلى أحمد صلاح. أحمد صلاح يحاول يمر الآن، يتعدى لاعب، أحمد صلاح يبحث عن إسناد، تعود الكرة إلى حسن خالد، حسن خالد، حسن يلعب الكرة طويلة إلى أبو بكر جبريل، تنقطع رأسية من حيدر ماجد، تذهب إلى الحارث حاتم. الحارث حاتم ضاغط عليه لياندرسون، الحارث حاتم يهيئ الكرة إلى مجتبى محسن، مجتبى محسن إلى الحارث حاتم، الحارث حاتم إلى مجتبى محسن، مجتبى محسن يلعب كرة طويلة ملعوبة الكرة إلى ميسوكي، لاعب خطير، ولكن الكرة شتتت من حسن خالد إلى رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. القاسم أفضل في شوط المباراة الثاني. تلعب الكرة، مجتبى محسن يحاول يمر داخل منطقة الجزاء،
وخطأ واضح ضد مجتبى محسن، خطأ واضح ضد مجتبى محسن، وركلة حرة لمصلحة نادي الكرخ داخل منطقة جزاء. ركلة حرة لمصلحة نادي الكرخ داخل منطقة الجزاء. نهض مجتبى محسن وركلة حرة لمصلحة نادي الكرخ. 8 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، دخلنا الدقيقة 9 الدقيقة 54 من عمر المواجهة اللي تجمع القاسم بضيف الكرخ. بالمناسبة القاسم لعب 4 مباريات على هذا الملعب، و2 في ملعب الأمانة، واحدة في ملعب الفيحاء، وواحدة في ملعب الزوراء، بينما الكرخ لعب 3 مرات على هذا الملعب، مرتين وهذه الثالثة. المباراة السابقة كانت على أرضه ولعبها على ملعب الكوت، ومباراتين على ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله، مباراتين على ملعب الزوراء، ومباراة على ملعب الأمانة. لم يلعب على أرضه هذا الموسم من أصل 9 مباريات إلا مباراتين. خطأ عرقلة واضحة من ستيفن بافور لمرتضى قصاد، وكرة تذهب إلى ركنية لمصلحة نادي القاسم. أكثر وصول للمرمى، أكثر استحواذ نادي القاسم، ويبدو ركلة مرمى لمصلحة الكرخ. ركلة مرمى لمصلحة الكرخ. حسين حسن على التنفيذ. حسين حسن على التنفيذ يلعب الكرة. مجتبى كرة على رمية التماس. حيدر ماجد طويلة الكرة، كرار نور بينه وبين ستيفن بافور. خطأ ضد ستيفن بافور، ركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. خطأ ضد ستيفن بافور لاعب الكهرباء السابق، 5 أهداف الموسم الماضي، 2 في شباك النفط هذا الموسم، اللاعب الغاني. ركلة حرة للقاسم. كرار نور على التنفيذ. سريعة الكرة ملعوبة بالرأس. ميسوكي أقرب للكرة، عالية ملعوبة الكرة إلى الجهة البعيدة. الحارث حاتم يبحث عن إسناد، مفروض الظهير حيدر ماجد يندفع يسنده، وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. رمية تماس للكرخ، ملعوبة الكرة. لياندرسون ضاغط عليه الحارث حاتم إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي، هل هي ركنية؟ ركنية لمصلحة نادي القاسم. لياندرسون، بوليكا، وركنية لمصلحة نادي القاسم، هي الخامسة في المباراة، 3 مقابل 2. تعود إلى ميسوكي. مجتبى يلعبها عالية وسهلة إلى حسين حسن حارس المرمى. بإيد حسين يلعب الكرة. رمية تماس لمصلحة الكرخ. أحمد صلاح، لياندرسون، حسن محمد حبيب، كايو، يعيد الكرة إلى حسن محمد حبيب، إلى كايو مرة أخرى. يونس غني، حيدر إلى حسن خالد، مقطوعة الكرة تذهب إلى يونس غني مرة أخرى. يونس يعيد إلى كايو.
كايو يشتت كرة طويلة إلى الجهة البعيدة للياندرسون بالرأس، تعود الكرة لأبو بكر جبريل، طالت الكرة إلى خارج الملعب لرمية تماس لمصلحة نادي القاسم. رمية تماس لنادي القاسم ملعوبة سريعة على مجتبى. دينيس مرة أخرى للحارث، برافو حسن محمد حبيب يبعد الكرة لرمية تماس. قدم مباراة جيدة هذا اليوم. حيدر ماجد على التنفيذ، تعود إلى حيدر من مجتبى، سريعة من جعفر إلى أبو بكر جبريل، مقطوعة من دينيس إلى رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. دخول على الكرة من دينيس، تذهب الكرة مرة أخرى. حسن محمد حبيب إلى كايو، بدأ ينشط نادي الكرخ الآن. حسن خالد ميسوكي، كرار نور يبعد الكرة بالرأس، مقطوعة من حسن محمد حبيب برا الملعب لرمية تماس لمصلحة نادي القاسم. ستيفن بافور لم يفعل شيء. خروج أحمد صلاح ودخول عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن الموسم الماضي لم يسجل إلا في شباك القاسم، لاعب الموصل السابق و4 مواسم مع نادي الكرخ. في الموسم الماضي لم يسجل إلا مع القاسم، إلا ضد القاسم. كرار نور يلعب الكرة طويلة بالرأس، مقطوعة من حسن خالد إلى خارج ملعب لرمية تماس. يبقى التعادل قائم سلبا، نصف ساعة تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الثاني، والمباراة بأكملها وتوجيهات مستمرة من الدكتور حسن، درب القاسم والهاشمية وأهل الهندية إلى الدرجة الأولى، وموسم 99-2000 أهل القاسم إلى الدرجة الأولى. محاولة خطأ واضح، ركلة حرة لمصلحة الكرخ. احتسبها للقاسم، احتسبها لنادي القاسم. المساعد الأول أمير ناجح، شوفوا بالإعادة، وفعلا خطأ لنادي القاسم ضد اللاعب حسن خالد. ركلة حرة لفريق القاسم. وبطاقة صفراء لحيدر عبيد. حيدر عبيد كثير الاحتجاج ومن حرصه يعني، لكن بعض الأحيان هذا الحرص يعني يولد حالة سلبية من نتيجة الاعتراضات. 8 مقابل 6، 14 خطأ في المباراة. وميسوكي على التنفيذ، والحكم يعيد اللاعبين على بعد 10 ياردات. ركلة حرة لمصلحة القاسم على التنفيذ ميسوكي، عالية بالرأس، تعد إلى ركنية لمصلحة نادي القاسم. أبعدها تالا وركنية لمصلحة نادي القاسم. ركنية الآن، الرابعة للقاسم والسادسة في المباراة. مقطوع الكرة، وهذا مجتبى يسدد جول. أونانا برأسية كاد أن يهز شباك الكرخ، ولكن مرت بسلام وأمان. شوف كرة قصيرة لمجتبى يلعبها، وأونانا يلعبها. شوف 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 يبدو لمسة يد، المفروض ينذر، هذا تعمد. الكرة باللعب باليد تعمد، شوف تعمد لعب الكرة باليد، المفروض ينذر. عموما كرة لعبت إلى ركلة مرمى. دينيس مرة أخرى، الكرة إلى حيدر ماجد بالرأس إلى فلاح. كايو يعيدها إلى حسين حسن حارس المرمى اللي يشتتها.
ورمية تماس لمصلحة نادي القاسم. لعب الكرة بتعمد باليد سوء سلوك ينال عليه بطاقة صفراء. عموما الحكم هو صاحب القرار الأول والأخير. رمية تماس حيدر ماجد. حيدر ماجد طويلة الكرة بالرأس مقطوعة. الحارث رأسية وتسديدة حلوة إلى حارس المرمى، حلوة إلى حارس المرمى يتمكن منها حسين حسن. حسين حسن قصاد، مرتضى قصاد، والكرة إلى حارس المرمى حسين حسن. تهيئت على طبق من ذهب لمرتضى قصاد، لعبها سهلة لحارس المرمى حسين حسن. رمية تماس لمصلحة الكرخ. 65 دقيقة من عمر المباراة. رأسية من كرار أونانا إلى رمية تماس لمصلحة الكرخ. حسن خالد على التنفيذ. رمية تماس لنادي الكرخ. تلعب رمية التماس بالرأس مقطوعة من أونانا، تمر إلى ميسوكي. ميسوكي شت الطويلة إلى فلاح بين اثنين من المدافعين، تنقطع إلى كايو. كايو شتتها. أونانا مشتبه مسيطر على الكرة. تذهب الكرة من جديد، تعود الكرة عند اللاعب لياندرسون. لياندرسون من الجهة البعيدة يحاول يهيئ كرة لنفسه، طالت هربت إلى حارس المرمى مصطفى عذاب. مصطفى عذاب رأسية مقطوعة بالرأس تلعب. ميسوكي من جديد، تالا إلى ستيفن بافور، هجمة عكسية خطرة تذهب إلى جعفر عبيس. وتبعد الكرة الآن مرتضى قصاد. الحارث مقطوعة لياندرسون ترتد الكرة. مرتضى قصاد، الحارث حاتم. الحارث يلف ويدور، يهدئ لعب، يعيدها إلى مرتضى قصاد. دينيس يلعب الكرة طويلة إلى حيدر ماجد، قصيرة من حيدر ماجد، مرة أخرى ترتطم بحيدر وتعود إلى حيدر من جديد، ويبدو الكرة خرجت إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. يونس غني، حسن خالد، أبو بكر جبريل انتقل للجهة القريبة. خطأ، ركلة حرة لمصلحة الكرخ. تالا، طالت الكرة على يونس غني، ترتد إلى تالا، طويلة الكرة. إلى اللاعب أبو بكر جبريل، ترتد من مرتضى قصاد. علام حسن، بينية حلوة إلى الحارث وأقرب لها لياندرسون، يتمكن منها لياندرسون. ربط رائع في خط الدفاع، استطاع أن يقطع من خلال الكرة لياندرسون. تعود الكرة عند اللاعب حسن خالد، وخطأ وبطاقة صفراء أولى في ملعب المباراة للاعب أبو بكر جبريل. أبو بكر جبريل عنده بطاقة صفراء بالوقت المحتسب بدل ضائع لشوط المباراة الأول أمام الكهرباء. هدفين في شباك الميناء ودهوك. الموسم الماضي سجل 3 أهداف فقط، في شباك النفط هدفين، وفي شباك نفط الوسط هدف واحد.
اللاعب من النيجر وقادم من زاخو. أولى البطاقات، وهل هناك بطاقة أخرى؟ عموما ميسوكي حارس المرمى، حسين حسن، سبعين دقيقة، دخلنا الدقيقة 70 من عمر المواجهة، 21 دقيقة تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الثاني والمباراة بأكملها، والتعادل السلبي يخيم على أجواء هذه المباراة. 8 مباريات انتهت هذا الموسم بالتعادل السلبي، أكبر نتيجة كانت لل1-0 18 مباراة، تليها 2-0 13 مباراة، ثم 0-0-8 و1-1-7. كرة مرت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. عمر عبد الرحمن اللي بدأ يلعب على جهة اليمين، وانتقل بوبكار جبريل إلى جهة الشمال بدخوله، وفي عمق الهجوم جعفر عبيس. محاولة الآن مجتبى صالح محسن، كرار نور يترك الآن ميسوكي، كرار تالا، كرار نور، وكرة مقطوعة على رمية تماس لمصلحة نادي الكرخ. كرار نور على التنفيذ. كرار على التنفيذ، محاولة دربكة أمام قوس الجزاء بالرأس من فلاح حسن وميسوكي. ميسوكي يحاول الآن، ميسوكي يحاول يبحث عن إسناد، ضاغطين عليه اثنين من اللاعبين، صعبة، أصبحت صعبة، وبالتالي أبعد. رمية تماس ملعوبة من حسن خالد بالرأس، يشتتها دينيس، طالت على مجتبى صالح محسن، وكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، تبعد إلى أبو بكر جبريل، هي إلى جعفر عبيس، جعفر عبيس يلعب عرضية مقطوعة من كرار نور إلى ركنية لمصلحة نادي الكرخ. ركنية لمصلحة نادي الكرخ. ركنية للكرخ. يونس غني على التنفيذ، عرضية عالية، 5-3 ثامن ركنية في ملعب المباراة. يبدو هناك صافرة، خطأ لمصلحة نادي القاسم داخل منطقة الجزاء. شوفوا بالإعادة، دفع كان من ستيفن بافو أو من أبو بكر جبريل. أبو بكر طويل وارتقائه في منطقة الجزاء عالي جدا، لكن لم يستغل ذلك بشكل سليم. كرة بالرأس مقطوعة، مرتضى قصاد، مجتبى محسن، مقطوعة الكرة، ستيفن بافور يعيد الكرة إلى حسن خالد، كايو،
وإلى خارج ملعب لرمية تماس لمصلحة نادي القاسم. سابع مواجهة تجمع الفريقين، 6 مواجهات سابقة. القاسم لم يفز خلال المواجهات الستة الماضية، 3 بالتعادل 3 هزائم أمام الكرخ. سجل 6 أهداف القاسم وعانقت شباكه 9 أهداف. آخر المواجهات الموسم الماضي 1-0 ذهابا عمر نوري والغائب بسبب الإصابة، و2-1 جعفر عبيس وعمر عبد الرحمن، وللقاسم كرار علاء. أذكر من جديد أنه الميناء يتأخر من أربيل بهدف، والأمانة يتقدم على النجف بهدف لحد لحظات شوط المباراة الأول. هذه المباراة الثالثة، وزاخو سيواجه نفط ميسان عند السادسة. غدا دهوك عند 2:30 يواجه النفط، والحدود يواجه الشرطة عند 2:30، ونفط البصرة يواجه نوروز أيضا عند الساعة 5، وبطاقة صفراء لكرار نور هي الثانية في المباراة. رمية تماس يوم السبت كربلاء بمواجهة القوة الجوية عند 2:30، وفي الخامسة الكهرباء مع الزوراء. محاولة الآن، هل سيحقق القاسم أول فوز في مواجهاته أمام الكرخ، أم سيكون هناك كلام آخر للكرخ، أو تبقى المباراة على حالها بالتعادل؟ كرة طويلة مقطوع على خارج الملعب. رمية تماس، يبدو هناك تغيير. كرار علي حمدان يدخل بدلا من فلاح عبد الكريم. كرار علي حمدان يدخل بدلا من فلاح عبد الكريم. إذن أربيل يتقدم على الميناء بثلاثية الآن، والنجف يتقدم على الأمانة بهدفين مقابل هدف واحد. تنقلب النتائج، ومحاولة من اللاعب لعبها كرار وتمكن منها الحارس. إذن أربيل يعمق جراح الميناء بثلاثية، وأمانة بغداد المتقدم يتأخر الآن من النجف بهدفين مقابل هدف واحد. ما زالت هذه المباراة بلا أهداف. خطأ الآن لمصلحة نادي الكرخ، عرقلة لعمر عبد الرحمن. حسن محمد حبيب يلعب الكرة طويلة، تالة بينه وبين مجتبى، يلعبها طويلة إلى البديل كرار علي. حارس المرمى
محاولة تسديدة من الحارث حاتم إلى خارج ملعب لا ركلة مرمى. الحارث حاتم يلعب الكرة تمر إلى خارج ملعب لا ركلة مرمى. دخلنا الدقيقة 79، 11 دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة بأكملها، والتعادل السلبي يخيم على أجواء هذه المواجهة. ركلة مرمى لمصلحة الكرخ. حسين حسن على التنفيذ. تغيير الآن، أبو ذر عبد الوهاب لاعب للمصافي للحدود، سجل في شباك الميناء، راح يدخل بدلا من ستيفن بافور. كرة سريعة ملعوبة بالمنتصف. أبو ذر إلى لياندرسون، وهناك خطأ، بطاقة صفراء المن إلى لياندرسون، بطاقة صفراء للياندرسون. المن البطاقة الصفراء. عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن. تسعة مقابل مثل الأخطاء، وركلة حرة الآن. حسن محمد حبيب على التنفيذ، يلعب الكرة طويلة وعالية بالرأس، طالت إلى ركلة مرمى. هل هي رمية تماس أم ركلة مرمى؟ شوف قرار حكم المباراة. حيدر ماجد أمامنا بالصورة. ركلة مرمى احتسب حكم المباراة لمصلحة نادي القاسم. طويلة الكرة ملعوبة بالرأس من تالا جعفر عبويس، أو اللاعب أبو ذر. لياندرسون من الجهة البعيدة. محاولة الآن، تالا، لياندرسون بالعمق وبالرأس تبعد الكرة من دينيس. محاولة، خطأ لمصلحة نادي القاسم، خطأ لمصلحة نادي القاسم. مجتبى محسن يتعرض إلى عرقلة، وعمر عبد الرحمن اللي عنده بطاقة صفراء قبل قليل، وهذا أبو ذر البديل. وهذه البطاقة الصفراء اللي كانت لعمر عبد الرحمن. أيضا بطاقة صفراء لمرتضى قصاد. رابع بطاقة صفراء في ملعب المباراة. محاولة لميسوكي قصيرة ترتد من بوبكار جبريل. حسن خالد، كرار نور، حسن خالد إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. بالأمس القوة الجوية، واليوم الكرخ. يعني الأندية القادمة من العاصمة بغداد عانت يعني بالسكن، يعني قبلها القوة الجوية سكنوا في مكانين، والكرخ سكنوا في مكانين. رمية تماس الآن لمصلحة نادي الكرخ. توجيهات من الدكتور حسن. محاولة مقطوعة الكرة، بوبكار ترتد الكرة، حسن يبعدها إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة نادي القاسم.
يبدو أن الفريقين قانعين بالنتيجة، رغم أن النتيجة لا تصب في صالح أي منهما. تحسين المواقع مطلوب، وأحمد عبد الجبار المدرب الشاب اللي حظي بلقب الكأس. خطأ الآن لمصلحة نادي القاسم. إذا استمرت النتيجة على حالها القاسم راح يقفز إلى المركز العاشر بدلا من الميناء ب11 نقطة، والكرخ ب10 نقاط سيقفز مؤقتا إلى المركز الثاني عشر بدلا من كربلاء. مجتبى محسن على التنفيذ. مجتبى محسن عرضية عالية بالرأس تبعد من تالا، ومرتضى أو كرار نور يلعب الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. ركلة مرمى للكرخ، 6 دقائق أو 5 دقائق ونصف تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة بأكملها، والتعادل ما زال قائم في هذه المباراة. هجمة الآن، محاولة، كرة مقطوعة من أمام اللاعب كرار علي. حسن محمد، وإلى خارج ملعب لا رمية تماس. تبقى النتائج قائمة، الميناء 0 3 أربيل 1 أمانة بغداد 2 النجف، وهنا 0-0. تلعب رمية التماس، لياندرسون ترتد الكرة، لياندرسون من جديد بالرأس من اللاعب كرار علي حمدان. أبو ذر، تالا إلى أبو بكر، جعفر عبيس، تبعد الكرة من دينيس، محاولة من جعفر عبيس. عمر إلى لياندرسون، تنقطع الكرة. مجتبى يهيئها إلى كرار، ضاغط عليه ودفع واضح من أبو بكر جبريل، وركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. ركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. شوف الدفع واضح من الخلف، هو عنده بطاقة صفراء بالدقيقة 75، عليه أن يحذر. تغييرين الآن، راح يدخل محمد عبد الرحمن وراح يدخل فرحان شكور. وبالمناسبة فرحان شكور سجل هاتريك الموسم الماضي عندما كان يلعب مع الأمانة في شباك القاسم. فرحان شكور سجل هاتريك الموسم الماضي في شباك نادي الأمانة. يخرج أبو بكر جبريل، دخول محمد عبد الرحمن وفرحان شكور. كرة ملعوبة من جديد، حيدر ماجد، حسن يبعتها، تنقطع إلى حيدر ماجد، يعيدها إلى الخلف، محاولة إلى مرتضى قصاد. مجتبى، يونس غني يلعبها سريعة إلى فرحان شكور، بينية طالت فرحان اللي دخل بدلا من جعفر عبيس والحارث، وهناك خطأ وركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. دقيقتان فقط تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة. شوف حجز واضح من لياندرسون، بوليكا يرتكب خطأ وركلة حرة لمصلحة القاسم.
19 خطأ في ملعب المباراة، 9 مقابل 10. يونس غني، يونس تالى بالمنتصف، بينية ملعوبة الكرة إلى أبو ذر، يحاول تنقطع من أمامه لأندرسون. يونس غني إلى البديل فرحان، محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن إلى فرحان شكور داخل منطقة الجزاء، يلعبها وكرة إلى ركلة مرمى. سجل في شباك الكهرباء هذا الموسم من ركلة جزاء 8 أهداف الموسم الماضي، منها هاتريك في شباك القاسم عندما كان يلعب للأمانة. ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. هل سيكون التعادل الثاني تحت قيادة المدرب الدكتور حسن هادي بعد تعادل أمام الحدود ب3 أهداف؟ ومثل ما ذكرت القاسم سيقفز مركز 1 إلى المركز 10 بدلا من الميناء، وأيضا الكرخ سيقفز إلى المركز 12 بهذه النتيجة إذا استمر التعادل. فرحان شكور، دينيس، حيدر ماجد، الحارث، يونس غني، حسن محمد حبيب، سريعة طالت المن، محاولة لأندرسون المندفع، ركلة مرمى. عمر عبد الرحمن والكرة طالت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. تغييرا في وقت 4 دقائق يضيف الحكم. يوسف أياد راح يدخل ومهند كريم أيضا راح يدخل. يوسف أياد ومهند كريم. انتهت الفترات لكل فريق، بدأ يستبدل 4 لاعبين. يخرج مجتبى محسن، يدخل يوسف أياد، ومهند كريم لاعب النجف السابق راح يدخل، ويبدو الحارث حاتم أيضا ترك الملعب. الحارث حاتم أيضا ترك الملعب. انتهت تغييرات الفريقين وانتهت أيضا 90 دقيقة، ونلعب الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضايع. كرة وسط الملعب سريعة من اللاعب كرار علي، مرت إلى خارج الملعب لرمية تماس. يوسف أياد، رمية تماس لمصلحة نادي القاسم من الجهة البعيدة. حيدر ماجد، كرار، حيدر كرار، والى خارج ملعب لرمية تماس لمصلحة الكرخ. رمية تماس لمصلحة الكرخ. تلعب الكرة لأندرسون، مرتضى قصاد، وكرة داخل منطقة خطرة. هذه الله، ضاعت على ميسوكي إلى خارج الملعب. أخطر اللاعبين وأفضل اللاعبين في تشكيلة نادي القاسم. شوفها بالإعادة، محاولة، شوف سرعة اللاعب، وحاول ولعبها بذكاء، لكن مرت إلى خارج الملعب من فوق العارضة. حيدر ماجد، دقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. لمسة يد وخطأ لصالح الكرخ. تلعب الكرة، فرحان، مرتضى قصاد يلعب الكرة طويلة بالرأس، ميسوكي،
عالية الكرة بالرأس تبعد. يوسف أياد إلى حيدر ماجد، مقطوع الكرة تعود إلى فرحان شكور. فرحان يلعبها إلى الجهة البعيدة إلى عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن هجمة عكسية لكن كرة لم تكن سليمة، وبالتالي ترتد الكرة وسط الملعب. تعود الكرة من جديد من كرار، تذهب الكرة إلى كرار نور. كرار نور يلعب الكرة طويلة وبالرأس من ميسوكي مرة أخرى محاولة، والكرة تبعد من اللاعب حسن خالد. عالية في منتصف الملعب وركلة حرة لمصلحة نادي الكرم. خطأ ضد اللاعب مرتضى قصاد، عنده بطاقة صفراء وعليه أن يحذر، لم يتبقى من عمر المباراة، ربما سيطرد. إذا بطاقة صفراء ثانية راح يطرد. وطرد طرد 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 رقم 24 هذا الموسم. 23 بطاقة حمراء و409 بطاقة صفراء، والبطاقة الحمراء رقم 24 هذا الموسم يشارك حكم اللقاء للاعب مرتضى قصاد لنيل بطاقة صفراء. إذن بطاقة صفراء حمراء، بطاقتين صفراء. كانت عنده بطاقة صفراء بالدقيقة 81 والآن بطاقة صفراء ثانية، وعلى أثرها يشهر الحكم بوجه بطاقة حمراء. إذن صافرة حكم المباراة السيد حامد طالب تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بين القاسم والكرخ. انتهت هذه المباراة بتعادل سلبي ما بين الفريقين، والتعادل السلبي التاسع هذا الموسم. القاسم يقفز إلى المركز العاشر والكرخ يقفز إلى المركز الثاني عشر مؤقتا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.